يا صباح الخير، يا صباح الهنا والسعادة. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلناه. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض القرص الاقتصادية، قرص الافران. قرص طرية وحلوة بس جميلة وغير مكلفة، وده من صاحب الفرن نفسه. الوصفة خدتها ليكم من صاحب الفرن. طب معايا ايه؟ معايا نص كوباية زيت، كوباية الا ربع سكر لكوباية سكر، يعني من كوباية الا ربع لكوباية. معايا كوبايتين مية، معلقة ونص خميرة فورية، والكيس فانيليا، ورشة ملح. ده كل اللي هنحطه. هما ولا بيحطوا لبن ولا بيض ولا اي حاجة. هي دي الوصفة بالظبط اللي بيعملوا بيها القرص بتاعة الافران. اول حاجة دفيت المية، يعني المية كدمعة العين، ولا هي سخنة جامد ولا هي باردة. حطيت كوبايتين، والكوباية بنفس المعيار اللي هتعيري بيها السكر والزيت. حطينا كوبايتين مية الاول، وحطينا معاهم كوباية الا ربع سكر، وزي ما قلتلك ممكن تخليها كوباية. وحطينا رشة الفانيليا وايه، دوبناهم الاول بالمضرب. وبعد كده نزلت بالزيت، هخلي حوالي معلقتين زيت من نص الكوباية اللي احنا حطيناها. هندوب ده كله مع بعض، وهنزل بعد كده بالدقيق. طبعا الدقيق ده انتي على حسب ما بتجيبيه، اي نوع انتي بتحبيه، دي معجنات. فهو النوع اللي انتي بتستعمليه وبيطلع معاكي كويس اشتغلي بيه. هحط عليهم رشة ملح وهبدأ اعجن. القرص طبعا بتحب العجن يا جماعة. تعجنيها كويس لغاية ما العجينة هتبقى في ايدك ملبن. بس انا حطيت كوبايتين مية، انا حطيت نص كوباية تاني. وهنشوف هتاخد قد ايه مية، يعني الكيلو دي هياخد قد ايه مية. طبعا انت لو حابة تبدلي وتخلي المية مكانها لبن براحتك، لبن رايب براحتك. عايزة تحطي مثلا علبة زبادي مع شوية لبن برضو براحتك، كله ده يرجع لك انت. بس هي اساسي واقتصادية بالمية بس. دي نص كوباية المية اللي احنا هنحط منها. انا بنزل بالحبة، ما تنزليش بالمية مرة واحدة. ربما الدي بتاعك يكون مختلف عني وعن غيري، فكل واحدة دي اللي بتجيبه نوع مختلف، ممكن ياخد مية كتير وممكن ما ياخدش. فانت هتنزلي كده زي ما انت شايفة بالايه، بالحب، لغاية العجينة ما تلم معاكي وتبقى عجينة طرية في ايدك، بس في نفس الوقت ايه، ما تلزقش. يعني ما تكونش عجينة ناشفة وما تكونش العجينة طرية بتلزق في ايدك. هفضل اعجن فيها كده ولت لغاية ما تديني عجينة طرية حلوة زي الملبن. بس بايه؟ بنقطة مية، كل ما احط نقطة عشان خاطر العجينة تعمل معايا عرق. طيب العرق ده يعني فايدته ايه؟ العرق فايدته عشان خاطر بيدينا قرصة طرية وهشة. يعني كل ما تعجني كل الجلوتين ما يظهر في العجين، كل ما يديك عجين طري وهش اكتر زي الملبن كده. يعني مش في ناس تعمل القرص تلاقيها بعد ما عملتها وخلصت ناشفة، بس مش عارفة السبب ايه. السبب ان ما اديتهاش حقها في العجن، ما عجنتهاش كويس. الدقيق مفهوش عرق، فعشان كده العجينة ناشفة معاها والقرصة طالعة ناشفة. لكن انت كل ما تعجنيها كويس ويبقى فيها عرق، كل ما تطلع لك الايه، القرصة طرية وزي الملبن في ايدك. طبعا معلقتين الزيت اللي انا قلت لكم هنخلوها في الاخر، هنعمل بها ايه، هنقفل بيها العجينة في الاخر. هتيجي تحطيها كده هتلاقي العجينة فرولت معاكي، وبعد كده هتبدأ تلم. يعني اول ما تحط الزيت، معلقتين الزيت هتفرول، وبعد كده هتفضل تبدأ تلم. خلاص احنا خلصناها. شايفين الطبق نضيف وزي الفل، ولمينا العجينة بتاعتنا، وده اهو شايفين العجينة طرية وحلوة بس ما بتلزقش في الايد. هغطيها كده بستريتش، وهغطيها في مكان دافي حلو. انا حطيت عليها قماشة وحطيتها في فرن البوتاجاز، مش مشغله ولا حاجه وهو مطفي. وسبتها خدت قد ايه خمران معايا. بس كل واحده وعلى حسب مطبخها، ممكن مطبخ انا يكون سخن عن مطبخك، وممكن انت يكون دافي عن مطبخي. انا خدت معايا حوالي ساعه وربع، وسبتها لغايه ما خمرت تخمير كويس. ساعه وربع كانت خمرانه ومخلصه اهو شايفين. طبعا انا ما بسيبهاش لغايه ما تملأ الطبق عشان خاطر الخميره ما تظهرش في العجين. لما تيجي كده تاكلي القرصة ما تحسيش بطعم الخميرة. انا خمرت عادي، تخميرها اهو العادي، بس ما سبتهاش التخمير اللي هو ملت الطبق كده للاخر. بعد كده هجيب حبة زيت زي ما انتوا شايفين،
وهدهن الرخامة. طبعا انا الرخامة مسحاها ومنضفاها وزي الفل، ما تقوليش هتعملي على الرخامة، لا انا مسحتها ونضفتها وطهرتها كمان بالخل. هدهن كده الرخامة بالزيت وهقطع كور، والله على حسب ما انت عايزة قرصة كبيرة صغيرة، انت في بيتك وبراحتك، انت مش هتبيعيها. انا بقى انجزت وعملتها كبيرة شوية. هنزل كده العجينة على الرخامة والمها وهقطع. هتقطعي طيب الكور دي اول كورة، بعد كده اللي بعديها اللي بعديها، واول ما نيجي نفرد هنفرد بايه؟ باول واحدة احنا قطعناها، عشان خاطر تبقى عارفة انت رصة القرص بتاعتك ازاي. زي ما قلتلك هتدهني حبة زيت على الرخامة عشان خاطر ما تلزقش منك ولا حاجة، وتقطعها زي ما انت شايفة كده كور صغيرة، حجم البيضة اكبر شوية زي ما تحبي. احنا خلصنا اهو تقطيع، وغطيتها بكيس بلاستيك تفتحيه كده زي ما انا فاتحاه يكون نضيف وحلو، وتغطيها. هتسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة، ايوه ربع ساعة. وبعد كده تبدأي تشكلي فيها. اول واحدة زي ما انتوا شفت اللي قطعناها اول واحدة، هنبدأ كده ايه ندورها ونسويها ونشكلها. صدقوني قرص سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وما خدتش معايا اي وقت ومش هتتعبك خالص. هجيب اول حاجة الصاج وهبدأ اشكل واحط في الصاج على طول. طيب انتي لو مثلا شكلتي كده القرصة ولقيت القرصة وانتي بتفرديها بدأت تلم معاكي تاني، مش راضية ايه، مش راضية تفردي القرصة شوية وتركنيها وتعملي اللي بعديها، وبعد كده لما ترتاح ترجعي تفرديها هتلاقيها فردت معاكي على طول زي الملبن. يعني لو لقيتي العرق فيها جامد وعمال يلم منك تاني، ده مش معناه اني وحش، لا بالعكس، ده معناه برضو ان العجينة حلوة والدقيق نوع حلو، بس ايه عمال يلم معاكي. هتفرديها فردة بسيطة وهتسيبيها، هتعملي اللي بعديها واللي بعديها تكون خلاص ارتاحت، وترجعي ايه تشكليها من تاني هتلاقيها فردت معاك على طول. طب انت مش عايزة تعملي على الرخامة وعايزة تعملي في الصاج على طول، هتحطيها زي ما انا حطيتها لك كده في الصاجة، وهتفردي في الصاج على طول من غير ما تفردي على الرخامة وترجعي تحطيها في الصاج. يعني كله شغال معاك، اللي انت عايزة تعمليه اعملي براحتك، ده شغال وده شغال. سيبناها كده وهنرجع ايه نكمل الصاجة كلها. هنفرد وهنحط عشان خاطر ايه نسيبه عشان برضو يخمر معانا مرة تاني. يعني هو على كم مرحلة؟ على 3 مراحل. اول مرة خمرناها، وتاني مرة قطعناها سيبناها تستريح حوالي ربع ساعة، وبعد كده هنشكل ونسيبها تستريح لغاية ما تخمر معانا المرة التانية الأخيرة. بعد كده اهو زي ما قلت لكم لو انت حسيتي ان فيها عرق ترجعي تسيبيها تستريح وترجعي تفرديها تفرد معاكي زي الفل. كده احنا خلصنا خالص التقطيع اهو. شايفين كيلو الدقيق بسم الله ما شاء الله عمل لنا حوالي 32 قرصة. شوفي انت بتروحي تشتريها بكام من الفرن، ولا يمكن هتجيبي الحجم ده. احنا عارفين قرص الافران صغيرة مفيش الحجم ده، والقرصة ب3 جنيه. انا جايبة كيلو الدقيق ب18 جنيه، وعندي كيس خميرة يا ستي 20 جنيه، والزيت والسكر ده في البيت، يعني مش هتكلفك اكتر. شوفي انتي ال32 قرصة طالعين بكام لو انتي اشتريتيهم من الفرن. دي الفرن البوتاجاز، طبعا احنا هنشغلها قبل ما نحط القرص بحوالي ربع ساعة، لازم تكون سخنة. تحطها في الشبكة من تحت، وهتحط القرص وتشغلي الشواية على نار هادية زي ما شفتوها. هتطلع القرص زي ما انتوا شايفينها. انا ولا دهنتها مية بسكر ولا لبن ولا بيض، دي اقتصادية وصيام في نفس الوقت للصايمين، واللي مش حابب برضو فاطر يعملها باللبن عادي لو انت عايزة تدهنيها، ومش عايزة زي ما انتوا شايف طالعة طرية وهشة وجميلة وزي الفل. تشربي معاها كوباية شاي، تشربي معاها اي حاجة، كوباية نسكافيه تفطري بيها، تاكلي واحدة بالليل، ولادك جعانين ياكلوا لهم واحدة، تبقى مليانة في البيت وكله خير في البيت وبركة. شايفين يعني التسوية عاملة ازاي؟ درجة الحرارة بتاعت الفرن تكون عالية، والشواية تكون هادية. ما تدخليها في فرن سخنة هتطلع لك المعجنات طرية، هتدخليها في فرن باردة هتنشف معاكم، مش هتبقى تديك الطراوة اللي انتوا شايفينها. شايفين عاملة زي الاسفنج، والتخمير بتاعها زي الفل اهو.
يمشي على الطريقة مظبوط هتطلعي احلى قرص تاكليها. تفتحيها تعمليها، تحشيها من جوه زي ما انت عايزة، اللي انت عايزاه لولادك تاكليه. تحشيه اللي انت عايزاه، تاكلها بالشاي زي ما انت عايزة تحبي. واللي عندك واللي يزيد فرزيه في الفريزر، وكل ما تحتاجي طلعي منه. يا رب يعجبكم الفيديو واشوفكم على خير، واقول لكم مع السلامة، باي باي.